هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. يا ذلي ويا خجلي إذا ما قال لي ربي أما استحييت تعصيني ولا تخشى من العتب أما استحييت تعصيني ولا تخشى من العتب يا ترى هتقول لا إله إلا الله عند الموت ولا هتخذلك ذنوبك ويتخلى عنك ربك؟ لأن من نسي ربه في الخلوات تخلى عنه ربه في أحرج الأوقات. ينتهك الحرمة في الخلوة. اسمع للنبي محمد صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح الذي رواه ابن ماجه والبيهقي من حديث ثوبان قال صلى الله عليه وسلم لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء فيجعلها الله هباء منثورا. معاصي السر تؤدي إلى زرع أمراض في القلوب خطيرة كما قال ابن عباس ولخوفك إذا حركت الريح بابك وأنت على المعصية أعظم عند الله من المعصية. ينتهك الحرمة في الخلوة. شاب قاعد قدام موقع النت وقاعد يتفرج وقاعد يقلب والعياذ بالله يتفرج على فضائع ويقوم الهوا محرك الباب يقوم قلبه يرتجف لانه خاف احسن بشر يطلع عليه والله مطلع عليه من ساعة يعني مراقب لحظة بل خطرات قلبه وخواطر قلبه مراقبة وهو مش خايف. كيف أجر على المعاصي وفي النار حميم تذوب منه الجلود تلك ذكرى لمن له اليوم قلب ولمن ألقى السمع وهو شهيد. كيف أجر على المعاصي وفي النار. ما انت شفت فيلم واتنين وبقالك شهر وبقالك سنة وما انتش عاوز ترجع والملك يسترك فينسى ويتصور أن الذنب هين على الله وأن الله لا يغار وأن الله لا يغضب فيتمادى المسكين في الذنب ويفعل الذنب بعد الذنب في الخلوة ثم بعد ذلك يصل به الأمر من الجراءة على الله عز وجل وقلة الحياء من سيده ومولاه جل جلاله إلى ارتكاب نفس المعاصي والذنوب في الجلوة فلا يستحيي ولا يتورع بعد ذلك أن يجهر بذنبه ومعصيته. من خان الله في السر هتك الله ستره في العلانية. قانون ممكن ربنا يحبني يرضى عني يعفو عني بعد كل البلاوي السوداء اللي انا عملتها؟ يقبلك. ده كريم قوي ورحيم قوي وحليم وودود وطيب بس انت قرب. ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب ولا تحسبن الله يغفل
حساب